السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في قناة منوعات فردوس محمود. صلوا على الحبيب محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا عندنا هنا الكبدة، كبدة بقر على الطريقة الغزاوية. عارفين أهل غزة ذكرينهم ما نستوهم، إن شاء الله تكونوا ما نستوهم يا رب. سامحوني على هذا السؤال، لكن إحنا بحاجة لدعاء منكم لأهل غزة، وربنا سبحانه وتعالى يعينهم. وسامحوني على نشر هذا الفيديو عشان أكل، وهناك ما عندهم أكل، لكن مجبرين أن أنا أصور هذا الفيديو عشان القناة ما تقف أو ما يصير عليها مشاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنا نحتاج واحد البابريكا اللي هو الفلفل الأحمر، والبقدونس والليمون، وهنا الكمون، الثوم المطحون، والفلفل الأسود، وزيت الزيتون، ونحتاج الطوى للمقلاة. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما ننساش هاي نغسلها بالليمون وننقعها بالليمون أفضل، ونغسلها غسيل جميل جدا حتى الريحة تطلع، والريحة بضيعها الليمون والبقدونس. هنا نولع الغاز أو نولع البوتاجاز على نار حامية. طبعا نضغط بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي شوية زيت زيتون حتى ما يلزق في الطواء. طبعا نضع الكبدة في الطاوة وبنزيد عليها شوية زيت زيتون. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. دائما أديكم نصيحة لله سبحانه وتعالى، دائما سموا بسم الله، دائما سموا بسم الله. نسيت أنا أحكي لكم أنه لازم نضيف البصل كمان. طبعا هو البصل الأحمر مفيد جدا، أفضل من البصل الأبيض لكل الأكل. استعملوه، طبعا هذا مفيد أكتر كتير كتير، والله المستعان. زي ما حكيت لكم دائما بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا بنضيف عليه ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني شويه مع ليمون حتى نقتل البكتيريا ونقتل كل اشي كان موجود من حشرات او كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اللهم بارك. طبعا كشرنا هذا البابريكا اللي هو الفلفل الأحمر، والليمون غسلناه وفتحناه من الوسط، والبقدونس، والآن نضيف البصل زي ما أنتم مشاهدين. بنضيف طبعا شوية زيت زيتون عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا زي ما انتم شايفين حركناها، منظر جميل جدا. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب يا رب يا رب السماوات والأرض، يا رب انك ترحم أهلنا في غزة يا رب، تطعمهم يا رب، وتعطيهم وتبعد عنهم ولاد الحرام والمتخاذلين يا رب، وترحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب. يا رب فرج عن أهلنا في غزة يا رب. إلى أختي أم أحمد منوعات فردوس محمود، طبعا هي راح تشوف الفيديو راح تشاهده. أطلب منك السماح يا أختي عشان أنا صورت وبين الأكل عندي، أرجوك إنك تسامحيني، وأنا مضطر أعمل الفيديو للقناة، وأرجو من جميع المشاهدين إن شاء الله يتابعوا هاي القناة ويفرحوكي ويعملوا متابعة ويعملوا إن شاء الله مشاهدة لهذا أو إنهم يشيروا هذا الفيديو وتعليق ولايك جميل. بارك الله في كل من يعلق ومن يشير لبنت غزة. الله يحفظكم ويفرح قلوبكم إن شاء الله زي ما بتفرحوا بنت غزة يا رب، ويفرحكم على أولادكم وعلى عائلاتكم. اللهم صل على سيدنا محمد وجمعة مباركة. طبعا زي ما انتم شايفين بنضيف الكمون. بسم الله. الكمون طبعا مفيد يا جماعة، حتى لو زدت الكمية مو مشكلة. بنحط التومة، هو كنوبلوخ بالألماني اسمه. أعطيت نكهة يا عم اطلع. بعدين بنحط الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بنحط هنا ملح، بنحط هنا كمون،
طبعا الآن إن شاء الله بندير الخضار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا ما تخلي شيء في الصحن لأنه حرام، في ناس عندك ما عندهم أكل ولا شرب. بسم الله الرحمن الرحيم. والآن نضع الغطاء حتى إيش يتبخر الخضار والكبدة تمتص الليمون وطعم الليمون. اللهم صل على سيدنا محمد. نرفع شوي الغطاء نشوف كيف الوضع. صلوا على الحبيب محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. شيء جميل وريحة طيبة جدا جدا. اللهم اطعم كل محتاج يا رب وكل جعان يا رب. طبعا زي ما انتم شايفين هاي الطريقة، وكمان شوي ان شاء الله رح نأكل وقت الغداء. والله يحفظكم جميعا. ما تنسوا ان شاء الله من المشاركة والإعجاب. أهلنا أحبابنا، ما تنسوا إن شاء الله الإعجاب على هذا الفيديو. إذا عجبك علق واعمل إعجاب أو انشره، جزاك الله خير. ما عجبك برضه جزاك الله خير، ونحبكم في الله سبحانه وتعالى. ما تنسوا دعوة خير لأهلكم في غزة ولصاحبة هاي القناة أم أحمد بن وعد فردوس. طبعا هي من قطاع غزة، والآن يعني هم محاصرين، لا أكل لا شرب، مساكين وضعهم سيء للغاية. الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم برحمته يا رب العالمين. وسامحوني على الإطالة بهذا الفيديو وكثرة الكلام، لكن ربما حد يسمع كلمة من كلامي ويدعي دعوة خير لأهله ولعله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة. ما تنسوا بالصلاة على النبي اليوم كثير، كثروا بالصلاة على النبي وصلى على النبي. يا من تشاهد هذا الفيديو صلى على النبي 10 مرات، والله يحفظك ويحفظ أولادك وعائلتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.